مش كل المشاريع تستاهل انها تتعرض. في مشاريع شكلها حلو بس مضمونها ضعيف لانها تفتقر الى مميزات اساسيه، مثلا زي ايه؟ الموقع بتاعها واللوكيشن، تقسيم المشروع من جوه ازاي، المساحات بتاعتها هل مستغله صح ولا لا، مش ان انا ببص على المنظر العام بتاع المشروع وخلاص. علشان كده انا لما بتكلم عن مشروع بتاكد انه فيه كل الحاجات اللي اتكلمنا عنها، وبرج الامل مشروع منهم فيه كل المميزات اللي انا بقصدها، زي الموقع واللوكيشن بتاعه، وانه اول حاجه قريب من كل الخدمات اللي انت بتحتاجها كشوارع رئيسيه كشارع محمد ياسين والصفا والمروه، وانه انت قريب من الدائري وشارع فيصل الرئيسي، غير انه انت عندك المشروع كله يعتبر واجهات لانه على 3 شوارع. التقسيمه الداخليه بتاعت المشروع ان انا مستغل التقسيمه صح، ان انا موفر لك الخصوصيه والهدوء من داخل كل شقه. الاسعار في حد ذاتها ميزه. لو انت عايز تعرف تفاصيل اكتر كلمني وانا هفيدك بكل معلومه.